5 نجوم مشاهير في العالم العربي لاحقتهم شائعات الطلاق والانفصال مطلع عام 2023 بينهم وائل كفوري وتامر حسني. فلنتعرف سويا على أبرز شائعات الارتباط والطلاق التي رافقت النجوم مطلع هذا العام حتى شهر مارس 2023. نبدأ أولا بشائعة انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل. في شهر فبراير من عام 2023 سرت شائعة انفصال كل من الفنان المصري عن الفنانة المغربية بسمة بوسيل بعد أن قامت الأخيرة بإلغاء متابعة زوجها على انستغرام، ونشرت عبر خاصية الستوري عدة رسائل دعم وصلتها من متابعيها، مما أثار اهتمام الجمهور حول حقيقة هذا الانفصال. وبحسب الرسائل التي نشرتها فإنها أوحت بوجود أزمة كبيرة في علاقتها مع حسني، ومن بين تلك الرسائل مثلا واحدة تقول: يا رب زي ما فرحتني من يومين فرح قلبها، وزي ما جبرت بخاطري جبر بخاطرها، وزي ما حققت لي حلمي ربي يحقق حلمها. لترد بسمة على البوست الذي شاركته بعبارة: يا رب آمين بحبك. أما تامر حسني فآثر عدم نشر أي شيء يخص أزمته مع زوجته على مواقع التواصل الاجتماعي، وواصل نشاطه الفني المعتاد في دبي. بدورها تعرضت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لشائعة الزواج مرة جديدة، وأثارت البلبلة بين الجمهور، إذ قام جزء منهم بتقديم التهاني والتبريكات لها عبر حسابها على تويتر، بينما شكك آخرون في الأمر وطالبوها بالكشف عما إذا كانت قد تزوجت أم لا. وبعد سريان الشائعة خرجت الزغبي لترد على تلك الأخبار بنفيها عبر تويتر قائلة: لم ولن أتزوج. فردت عليها الفنانة المصرية سمية الخشاب بالقول: شاطرة يا نونا. وكانت الشائعة قد انتشرت بعد نشر الزغبي مقطع فيديو ترتدي خلاله فستان زفاف وتضع خاتما في يدها اليسرى كاتبة: كرماله بعمل شو ما بده بيأمرني أمر. كما نشرت لها صورة ترتدي خلالها خاتما وتحمل وردة تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب. كذلك لاحقت شائعة الارتباط في مطلع عام 2023 الفنانة المصرية نسرين أمين بعد انتشار خبر خطوبتها من الفنان شيكو. وعلقت أمين على الشائعة بالقول: سمعت شائعة عني أنا وشيكو أننا انخطبنا، وجدته يرسل على الواتساب الصورة المنتشرة، وتخضيت وقلت له إيه الكلام الفارغ ده، وقلت له إحنا حتى لا نتقابل ولا نتحدث في التليفون، ولا أفهم الناس جابوا الكلام ده منين. ونفت تلك الشائعة. لم يسلم الفنان اللبناني وائل كفوري أيضا من الشائعات مطلع عام 2023، ولكن هذه المرة شائعة زواج وليست شائعة طلاق. فقد نال الفنان نصيبه من شائعة الارتباط، منها زواجه من حبه الأول بعد فراق دام بينهما لمدة 19 عاما، وهي فتاة مغربية من خارج الوسط الفني، حتى أن الشائعة تطرقت إلى اسمها وقالت إنها تدعى ماجدة أليموس. كذلك تم نشر تفاصيل حفل زفاف الثنائي والموعد المحدد له في 23 فبراير الماضي في قبرص، وقيل أن الحضور سيقتصر فقط على الشهود بسبب معارضة الأهل لتلك الزيجة نظرا لاختلاف الديانتين. وبحسب الشائعة فإن ماجدة رافقت وائل كفوري في حفله في كل من أبو ظبي ودبي، كما ذهبت للفيلا الخاصة به لإتمام استعدادات الزفاف، وأن كفوري أهداها سيارة فاخرة هدية زواجهما. ومما غذى سريان هذه الشائعة التي استمرت لأيام هو حديث سابق لكفوري عن قصة حبه مرتين. الأولى تحدث فيها عام 2005 حين قال أنه يعيش قصة حب مع فتاة غير لبنانية يهدي لها معظم أغانيه العاطفية. أما المرة الثانية فكان في لقائه الإعلامي مع وفاء الكيلاني حين قال إنه عرف الحب في حياته مرة واحدة من دون أن يذكر أي تفاصيل. ولكن بعد كل هذه البلبلة التي سرت على مدى أيام، خرج الفنان اللبناني وائل كفوري عن صمته للمرة الأولى ليعلق على الأنباء، فنفى صحة ما أشيع وقال: قالوا إني تزوجت لكن الحقيقة أنني لم أتزوج. وكان وائل كفوري انفصل عن زوجته أنجيلا جورا. بدورها تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لشائعة انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم،
وعلقت على الشائعة بنفيها، مؤكدة أن هناك أشياء أهم بكثير للحديث عنها. فقالت أنا ما بقى هول المواضيع احكي فيهن هلأ بالوقت، لأنه بعتقد خلص حكيوا كتير وصار في كتير قصص، وأنا رديت كتير، صرت عم حس إنه الرد شوي ضعيف، وما بقى رد على القصص يلي بحسها بالنسبة لإلي مش صحيحة ومش موجودة. عنا اشياء أهم بكتير نحكي فيها، في اشياء عم بتصير بالحياة بتخلينا نفكر إنه نعيش اللحظة، لازم نحب بعض وننبسط مع بعض. عندليب دندش لقناة إكس خبر.